اللي كان خلال المراحل التعليميه ماشي في ستودنت اكتيفيتي، من اللي هي بتقدم محتوى، من اللي بتقدم كورسز، اللي بتعمل ورك شوبس، وتخرج هيبقى مختلف تماما عن الشخص اللي اعتمد على منهج الجامعه بس. هي سنه واحده بس فرقت اصلا في دخول المناهج دي، فرقت في الناس كلها. بالظبط كده. فبرضه يقظه عندنا ان شاء الله شغالين حاليا على يقظه اكاديمي، وهو هيكون جزء من السيستم، شكل اخر من السيستم، يكون تعليمي، هيعلم برضه على السكيورتي اوبريشنز الاساسيه والكومبلاينس، ويعني ايه كومبلاينس وايه الفايده من الكومبلاينس، بهدف برضه ان احنا نصحح المفاهيم اللي عند الطلبه. الطلبه يعني بيخشوا مجال السايبر سكيورتي، اهم حاجه انا هلبس الهودي الاسود وهقعد اعمل هاكينج وبنتريشن تيستنج، وده انا هبقى ريد تيم ولا بلو تيم؟ وغالبا بتبقى ريد تيم. ليه؟ لان انا شايف ان هو ده الشخص اللي هيكسب، هو ده طبيعه الانترتينمنت اللي احنا بناخدها وكده، هي سهلت الموضوع ده. ايوه. فاحنا لازم لا يعني في دلوقتي احنا بدانا نصحح المفاهيم. لا انا عندي سكيورتي اوبريشنز بلو تيم، والبلو تيم ده مش مجرد مجال، ده في جواه ديجيتال فرنزك، ده في انسنت ريسبونس، ده في عمليات كتيره بتحصل في الجي ار سي. طيب يقظه اكاديمي دي هتشتغل امتى؟ ان شاء الله احنا حاليا طبعا احنا كستارت اب لسه في البدايه، بس ان شاء الله يقظه اكاديمي باذن الله تعالى خلال ممكن 3 شهور الى 6 شهور هيكون السيستم منها نزل، ونكون باذن الله تعاوننا مع الستودنت اكتيفيتيز الموجوده في الجامعات. حاليا عندنا كونتاكتس في جامعه عين شمس، وان شاء الله برضه في جامعه المنصوره، وفي اكتر من هيئه تعليميه مختلفه، بحيث ان احنا هدفنا الاساسي التعليم، وده طبعا هيتوفر بنسخته الاساسيه بشكل مجاني، بحيث ان فاسيليتيت الموضوع، نسهل على الناس. لان انا الستودنت اللي انا بدربه النهارده ده، هو انا مش هاخد منه حاجه دلوقتي، لكن بعد 4 سنين ده اللي هيجي لي كانترن، ده اللي هيجي لي كموظف. لما ابقى جاي فاهم، جاي متعامل مع السيستم بتاعي اصلا، انا كده قدرت ان انا يعني عديت معاه سلالم كتير. بالظبط كده، بالظبط. الرساله اللي بنوجهها للطلبه زمايلنا ان ركزوا حتى في مشاريعكم، مثلا مشروع التخرج، ما تاخدوش ان هو مجرد حاجه انا بعملها علشان اخد درجه دلوقتي، لا، انا يعني ده حاجه للمستقبل، ممكن ما تاخدش عليه احسن درجه عادي جدا، ولكن انت عندك فيجن، عندك هدف بتبني علشانه. الشهاده الجامعيه اهميتها مهمه جدا، محدش يقدر ينكر كده. الجامعه بتعلمك الايثكس، بتعلمك المثابره، ان انت تقدر تكابر وتستحمل ال4 سنين المرهقه، ولكن في مهارات، في حاجات مش هتتعلمها الا لو خرجت بره الصندوق ده. صح. فبالتوفيق انا متشكر ليك جدا. شكرا لحضرتك قوي.